في موكب جنائزي مهيب شيع أبناء محافظة عمران جثمان فقيد الوطن الشيخ أحمد محسن الطويل الجوبي بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع. انطلق موكب التشييع من مستشفى الرئيس الصماد بمدينة عمران متجها إلى منطقة جوب الأسفل بمديرية جبل يزيد مسقط رأس الفقيد، حيث أقيمت عليه الصلاة قبل أن يوارى الثرى وسط أجواء خيم عليها الحزن والأسى. وتقدم الموكب محافظ عمران فيصل جعمان إلى جانب أمين عام المجلس المحلي الشيخ صالح زمام المخلوص ووكيل المحافظة العميد محمد المتوكل، الذين أشادوا بمناقب الفقيد مؤكدين أنه كان رمزا وطنيا واجتماعيا بارزا قدم الكثير لوطنه ومجتمعه، وخلد اسمه بمواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا الوطن ووحدة الصف. من جانبه أوضح الشيخ فرحان الجسامي أن الراحل كان من أبرز الشخصيات القبلية والحكماء، عرف برجاحة عقله وسعيه الدائم لإصلاح ذات البين ونشر قيم التآخي والتسامح والمحبة بين أبناء المجتمع. كما عبر المشيعون عن حزنهم العميق لرحيل أحد رجالات عمران الأوفياء، مشيرين إلى أن الفقيد عاش للناس وعمل بإخلاص من أجل وطنه، وترك إرثا خالدا من المواقف النبيلة والعطاء الإنساني، وستبقى سيرته العطرة نبراسا يضيء درب الأجيال. وكان الشيخ أحمد الطويل هامة وطنية واجتماعية، ودافع بإخلاص عن قضايا الوطن ومصالح أبنائه، كما عرف بمواقفه الوطنية الثابتة وحرصه الدائم على وحدة الصف، وكان مرجعا قبليا له كلمة مسموعة، اشتهر بحكمته ورجاحة عقله في حال النزاعات وإصلاح ذات البين، إلى جانب إسهاماته الواسعة في مجالات الخير والعمل الإنساني، مما أكسبه محبة وتقدير الجميع. وبرحيل الشيخ أحمد محسن الطويل خسر الوطن عموما ومحافظة عمران ومديرية الجبل واحدا من أبرز رجالاتها المخلصين وركائزها الاجتماعية المتينة، وستظل سيرته الحافلة وإرثه الحافل بالعطاء الخالد في ذاكرة كل من عرفه. ومن جانبهم أشاد المشيعون بمناقب الفقيد وسيرته الإنسانية والوطنية، مؤكدين أن وفاته تعد خسارة كبيرة للمحافظة والوطن، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته وأبنائه وكل محبيه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. توسع محافظة عمران رجل الهامات الوطنية الشيخ المخلص الشيخ أحمد محسن الطويل من أهالي جبل عيال يزيد محافظة عمران. نعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل برحيل الهامة الوطنية الذي قدم الغالي والنفيس من أجل إصلاح ذات البين، فيتقمط الله الفقيد في واسع الرحمة وأهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجر الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين. في هذا اليوم يوم الخميس نودع الشيخ أحمد محسن، توسع الجمهورية اليمنية كاملة وعمران خاصة، وباسم قبيلة الجبل نعزي أهله وذويه، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوى وأن يعظم لهم الأجر.